يا تريزيجيه، كنت غايب يا تريزيجيه من زمان خالص. يعني يعني نقول الحمد لله تريزيجيه عاد خلاص. تريزيجيه انضم خلاص للنادي الاهلي، وهو هو اللي جاب الجونين النهارده. وجونين عالميين يعني. حتى الجون ده جابه قبل كده، اللي كان بالدماغ ده جابه قبل كده، بس والله عالمي يعني حلو. هنقول حلو وحش في الماتشات الوحشه هنقول وحش. يعني ما هنجامل في ايه؟ النهارده حلو هنكذب في ايه؟ تريزيجيه حلو عالمي. محمد هاني عامل عرضيه بلسه. سيبك بقى من الفرقه كلها ككل بقى، حلوه او وحشه او لا. يعني ولا وحشين ولا يعني جاي يعني مباراه جيده يعني من كله يعني الصراحه. 2-0 امام عاشور يعني. كفايه يعني كفايه يعني الناس اللي عماله تشكك في امام عاشور والله العظيم، حتى في البطوله بتاعت افريقيا. حتى ماتش كوتوفار ده يعني تعتبر هو اللي كان عمل ماتش كوتوفار. الناس اللي عماله تنتقد فيه والناس اللي عماله تجرح فيه الراجل يعني جاي. راح افريقيا هو تعبان، وحتى باين على وزنه زايد، وباين على جريته، وباين على ان هو بس لمسته لسه موجوده يعني الناس اللي بتشكك ان هو احسن لاعب في مصر ده ربنا يشفيكوا والله، ربنا يشفيكوا بجد. ففي بقى كمجمل المباراة حلوة. كله جيد، كله فوق الممتاز، كله يعني أقل من الممتاز. الممتاز هنلاقي تريزيجيه، محمد هاني عرضية سوبر، إمام سرور سوبر. حتى اللي نزلوا بالرمضان الناس اللي جت في الأول يعني اللي بيستغرب له مروان عثمان. طيب حتى حسين الشحات نزل، وطاهر نزل، بس مش عارف فين بن شرقي، فما علينا يعني. والناحيه الشمال بتاعتنا مش عارف، في الباكات الشمال بتاعتنا فما علينا برضو. احنا جبنا بالعمري، فهو مش موجود اصلا في القايمه. هتلاقيه في افريقيا، هو كان مع الرجاء فهو مش هينفع ففي كذا قصه كده. فما علينا. مروان عثمان. طب هيبقى الفيرود بتاع النادي الاهلي. طيب او مش ده من اول ماتش مش هيقيم، ولا من تاني ماتش، ولا من تالت ماتش، ولا لسه بادئ. هو الماتش بيلعبه في افريقيا في حياته. بس هو هيبقى هو الفيرود، او هو كان انا كنت بشوفه يعني في السيراميكا جناح، او بيخش فيرود لما كانوا بيلعبوا من غير فراوده. بس هو كان جناح يعني، في خطورته في الجناح اللي تريزيجيه بيعمله هو بيعمله، والراجل عنده 23 سنه. فهو هيبقى الفيرود الاساسي بتاع النادي الاهلي، ولا في فيرود تاني هيجي، ولا هي خلاص شكرا قفلت على كده؟ يعني عوضنا وسام ابو علي ولا لسه؟ لا لسه. الدفاع هيفضل ياسين مرعي وياسر برضو زي ما هما، ولا في ايه في جديد؟ هتقول لي الجزار انت جبته مصاب اهو. طب انت جايب واحد مدافع جايبه مصاب وب 60 و70 مليون ومصاب. مرعي ده انت اوتاكا انت جايبه اعاره. فدي الصفقات اللي احنا اللي اتكلمنا عليها. احمد عيد لا، محمد هاني احسن بكتير وافضل بكتير. يعني شفناه في البطولة افريقيا وقبل افريقيا يعني اخر فترة. محمد هاني حلو شغال مش وحش، حتى لما كان وحش كان بيلعب اصلا يعني. اللي مستغرب له محمد هاني حتى لما بيبقى وحش كان هو اللي بيلعب. لو جبت عمر كمال، اكرم موجود، اللي كان بيلعبوا ناحية اليمين كلهم اي حد، كريم فؤاد، كان محمد هاني اللي بيلعب على اي حد. فانت جبت احمد عيد ومن المصري، علامة استفهام. طب هيلعب مكان اللي هيبقى البديل بتاعه؟ ماشي. الناحية الشمال بقى كوكا مش مكانه، شكري لسه بنجرب فيه، ما جبنا بالعمري خلاص. فانا مش فاهم الناحية الشمال دي لا يعني. كوكا مش مكانه بيلعب ليه؟ في حاجات كتيرة كده يعني الحمد لله احنا خلاص كسبنا النهارده في افريقيا خلاص، الحمد لله المكسب. الحمد لله 3 نقط. اللعيبه كلها كانت معظم اللعيبه كانت بتلعب. شوبير لعب مع المنتخب، زيزو لعب، تريزيجيه لعب، امام لعب، مروان لعب. يعني كله كان بيلعب حتى. يعني في تجانس كتير كده معاهم. فمش حاسس ان الفرقه بقالها كتير ما لعبتش. فالحمد لله على المكسب، الحمد لله على ال3 نقط. بس علامة استفهام يعني والله حد يقول لي بس. الناحية الشمال عندنا، والدفاع، والهجوم. يعني هي خلاص كده يعني. وديانج ماشي. ماشي عندك مروان وعندك امام وعندك برمضان، فمش هنحس بديانج مثلا، مش هنحس بديانج. طب الناحية الهجومية، طب ايه؟ طيب جراديشار وتاكا. طب ايه؟ طيب الناحية الشمال لسه برضو. طيب الدفاع هيبقى عمرو الجزار وياسر، او مرعي وياسر. لسه برضو ناقص حاجة. طب ما يعني احنا غلطنا غلطة. يعني رامي ربيعة. طب ما ماشي، ما مش هنمسك في الراجل يعني. الراجل كان عايز يجدد ب 40. ما انت راح تجيب عمرو الجزار ب 60. معلش ما هو برضه معلش والله العظيم. هتقول لي ده اصغر وده اكبر وده بس شوف المستوى. طيب يعني انت جبت واحد ب 60 والتاني كان عايز يجدد لك ب 40، وعامل بطولة عالمية في كأس الأمم. وقبل ما نمشي أصلا كان هو اللي شال الدفاع بتاع النادي الأهلي بعد محمد عبد المنعم. يعني بعد محمد عبد المنعم خلاص هو كرامي اللي شايل.
كان عايز يجدد ب 40، ما كنت جدد له يا عم وسيبه. رحت جيب الجزار وجبت ياسين مرعي وقبل كده داري، يعني كلهم خلاص. فاهم، ما كنت تسيب واحد كنت تستغنى عن كل دول، ما كنتش غرمت ده كله. الناحية الشمال كذا، على الناحية نجيب مصطفى العيش شوية نجربه، كريم الدبيس نجربه شوية، كوكا لا نجربه شوية، مش عارف اسمه ايه عطيال بتاع المغربي برضه نجربه شوية. بعد علي معلول مفيش حد خلاص. كريم فؤاد لما كان سليم ربنا يشفيه، كان بيلعب ناحية الشمال وهو ناحية اليمين. عمر كمال ساعات برضه كان بيلعب ناحية، أي حد معدي في النادي الأهلي بيلعب ناحية الشمال. فبالعمر لسه اما نشوفه وربنا يكرم. بس يعني اكيد مش هننتقد النادي ومش هنكره الخير للنادي، بنشجع النادي ورا النادي، فايز خسران متعادل، الاداء حلو الاداء وحش، ورا النادي على طول يعني. الحمد لله على الثلاث نقط، والحمد لله ان الاهلي رجع، الحمد لله ان الكره رجعت افريقيا وخلاص، والدوري اشتغل وخلاص احنا خرجنا من كاس مصر وكاس العاصمه، مش عارف احنا بنعمل فيه ايه. خلاص الدوري رجع وخلاص، ودوري الابطال، فحاجه تغنينا عن افريقيا اللي خلصت، وعن الكره تبع المنتخب اللي خلصت، والمنتخب كاس العرب اللي خلصت. كل الكلام ده خلاص خلص، والنادي الاهلي رجع تاني.